اهلا بحضرتك، بس الحقيقه انا متحفظ على كلمه هدد الوزير دي. هو ده الاخبار يا فندم كما يعني تم نشرها. البرادعي يهدد الاهلي بسحب ارض زايد بعد مش الدرجه دي، يعني أشهر. مش معقوله يعني هنبقى يعني نصل لدرجه التهديد. انما حضرتك تعلم انه المجتمعات العمرانيه كلها دي الهيئه عموما، هيئه المجتمعات العمرانيه دي هيئه تنمويه. يعني احنا اساسا بنسعى للتنميه، بمعنى ان احنا بنرفق اراضي وبنعمل انشطه وبنعمل خدمات وبنسلمها للجهات اللي عايزاها، سواء مواطنين او ايا كان الجهه، وهم اللي بيقوموا بالتنميه. ان هنا الهدف هدف تنموي، طالما انه هدف تنموي يبقى مرتبط بفتره زمنيه، يعني مش مساله ان احنا بنتاجر في اراضي، احنا بننمي اراضي. فالتنميه لازم يكون لها فتره زمنيه محدوده، بمعنى ان لما ندي قطعه ارض بنحدد فتره لابد انه يقام فيها المنشا، ايا كان المنشا سواء خدمي او سكني او رياضي او اي حاجه. فمن هنا التعامل، يعني ارجو بس الناس تبقى عارفه ان احنا بنتكلم من الجهه التنمويه مش كتجاره اراضي. لما ادينا الارض دي للنادي كان في فتره زمنيه محدده للبدء في الانشاءات عشان نضمن التنميه، لان خلي بالك حضرتك المنشات الرياضيه بالذات من المنشآت المهمة جدا بالنسبة لنا كمنشآت جاذبة للتنمية، وبرضه لها دور مهم جدا في المجتمع. فلما بنبقى التصميمات مبنية على ان هنا في نشاط رياضي او في نادي، وبالذات اذا كان نادي مهم زي النادي الاهلي، يبقى طبعا التنمية اللي بتحصل حواليها بيكون في انعكاس كبير جدا من وجود النادي في هذه المنطقة. فمش ممكن المنطقة تنمى تظل المناطق المهمة اللي زي الأنشطة الرياضية من غير التنمية. هو ده اللي بيخلينا نحدد فترة زمنية، لكن هو مش تهديد بالسحب. النادي خد الأرض بقاله فترة طويلة، وحضرتك تعلم إنه ما تعملش فيها أي حاجة. هنا كان لازم الهيئة تراجع النادي، لأنه في فترة زمنية في التعاقد نفسه كانت محددة للبدء بل للانتهاء من الانشاءات كمان. يعني هو ما كانش لا صيغه تهديد ولا مساله خلاف. لا هو هنهدد ليه؟ يعني انا بقول لحضرتك هو هدف تنموي، فالنادي يعني وجوده في المنطقه، يعني اظن حضرتك لا تقبل ابدا يبقى في منطقه كبيره. انت بتتكلم في مساحه 130 فدان اللي هو النادي الاهلي، يعني مساحه ضخمه. لما حضرتك تلاقي في وسط مدينه زي الشيخ زايد، يعني حتى ولو كان في اطرافها او في 130 فدان ارض فضاء، يعني ارض فضاء، حضرتك عارف انعكاسات هذا على التنميه، انعكاسات في غايه الخطوره. وبالذات انه يعني احنا بنبقى حريصين جدا ان تكون هناك منشآت رياضيه في كل المدن الجديده وفي كل الاحياء في المدن الجديده. فتاني بقول لك ما بالك انه يكون النادي الاهلي ده منشأ مهم جدا جدا. احنا يعني سعداء ان يبقى في تنميه حواليه، او انه يكون احد العناصر المهمه للجذب التنموي في المنطقه. وعشان كده يعني زي ما حضرتك تفضلت، هو الهيئه اعطت للنادي مهله 6 أشهر علشان يخلص تراخيصه، لان هو الحقيقه هم معاهم القرار الوزاري الخاص بالمشروع او بالمنشأ، وما خدوش خطوات حتى ان هم يطلعوا التراخيص. فاعطيت مهله لاصدار التراخيص والبدء الفعلي في المشروع. احنا طبعا مقدرين انه المشروع مشروع ضخم، ما هوش بسيط طبعا. عارف طبعا ان في استاد وفي ملاعب وفي حاجات كتيره جدا، والتكلفه عاليه. وواضح انه، ويمكن ده اللي اسعدني لما كان الكابتن حسن حمدي بيتكلم عن طموحاته في انه ازاي عايز يشوف النادي ده شكله ايه. يعني مش بيعمل مجرد ابنيه عاديه، لا هو بيتعمل نادي عالمي بجد. هو ده فعلا اللي اسعدني، انه فعلا احنا عايزين حاجه على هذا المستوى. ومؤكد ان النادي الاهلي هو الاقدر على انه ينشئ شيء بهذا، او يعني هو من الجهات الكبيره اللي ممكن تنشئ مثل هذه الصروح. فهم طموحاتهم كان واضح جدا من اللقاء ان الطموحات كبيره جدا، وانهم عايزين يعملوا شيء يعني احدث شيء على مستوى العالم. وبالتالي هنا طبعا التكلفه عاليه، وانا مقدر هذا الجانب. ويعني طبعا في جهد علشان التمويل بتاع المشروع ده اكيد بيتعمل، خصوصا بعد الاحداث اللي هي كلنا عشناها يعني منذ ثوره يناير. لا هو كان برضه بيتكلم على موارد نتيجه توقف الدوري الحقيقه. يعني كلامه كله طبعا كلنا عايشينه، يعني ما هوش حاجه مستغربه.
لكن انا الحقيقه يعني انا باكد لحاجه ثاني انه ان في روح قويه جدا انه بالفعل ينشا هذا الصرح. اتفضل مفيش تراجع عن مستوى الصرح اللي هم بيتكلموا عنه. لا هم بيعملوا حاجه تليق بالنادي الاهلي وجمهوره ومكانته. بالظبط. وهو ده اللي خلانا احنا كمان حريصين انه يبقى في مهله او في مده يقدروا من خلالها يطلعوا التراخيص، لانه حسب ما فهمت طبعا يعني في تعامل مع مكاتب كبيره ومع جهات يعني شركات انشاء متخصصه في المجال. هم تعاقدوا مع شركه هيل الامريكيه لاداره المشروع. بالظبط. كل دي الحقيقه امور مشجعه جدا، وامور بتخلينا يعني لازم كلنا نبقى حريصين ان تبقى في منشآت بهذا المستوى في مصر بصفه عامه، وما يعني واحنا يهمنا انها تبقى في المجتمعات العمرانيه. ده بالتاكيد سياده الوزير يعني ده معنى كلام حضرتك انه ليست هناك مشكله او ازمه، هو في مهله. لا يعني ارجو ان مش كل حاجه يعني نحطها في اطار الازمه وفي اطار التهديد والكلام الكبير ده. مش معقول ان الامور تمشي كده، يعني ده يبقى يعني حاسس ان في شويه مبالغه، لانه مش ممكن التعامل على هذا المستوى المهم سواء بحجم النادي بمثل هذه الرؤيه يعني السطحيه للمساله طبعا. لا طبعا لا. سياده الوزير انا اتشجع ان حضرتك معايا، وعايز اسال حضرتك عن رؤيتك، لانه يعني انت محل ثقه المصريين ومحل تقديرهم واحترامهم، خاصه وانك تتولى يعني وزاره هامه شابتها يعني ظنون وشكوك في الماضي كثيرا. فالرياضه فين في فكر حضرتك كوزير؟ والملاعب الجديدة سواء في الصعيد أو الدلتا، هل في رؤية وزير الإسكان توفير هذه الملاعب أو هذه الأراضي للاستغلال الرياضي؟ ما هو شوف حضرتك، احنا يعني انا اللي امتلك الحركه فيه هي المجتمعات العمرانيه الجديده اللي هي المدن الجديده. هي دي اللي احنا نملك ان بنصممها، بنخططها، بنتيح فيها اراضي الانشطه المختلفه. وبالتالي انا طبعا اللي بتكلم عنه المدن الجديده او المجتمعات العمرانيه الجديده. حضرتك هتلاحظ انه في حرص شديد جدا انه يكون في افرع للانديه. يعني مش عايز اقول كل يعني عندنا في هليوبلس في الشروق، وعندنا الظهور في التجمع الخامس في كل المدن الجديده الحقيقه. وعندنا الزمالك والجزيره في 6 اكتوبر يعني، والاهلي في الشيخ زايد. بالظبط. وكله يعني حتى الانديه اللي في اسكندريه برضو لها فروع مثلا في برج العرب وهكذا. يعني كل المدن الجديده حضرتك هتلاقي انه فيها مواقع مهمه جدا للنشاط الرياضي بصفه عامه. كون ان هي بقى بتترجم لانديه كبيره او انديه يعني أو وسط او حتى خدمات لتجمعات شبابيه. يعني كل المطلوب في التجمعات السكانيه من خدمات رياضيه احنا حريصين جدا على توفيره. وحضرتك راجعت كل المدن الجديده مش هتلاقي مدينه واحده بتخلو من انشطه رياضيه بتتناسب مع حجم هذه المدينه. إلى أي حد يؤمن الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان بالرياضة ودورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؟ إلى أي حد حضرتك تؤمن بدور الرياضة السياسي يعني والاجتماعي والاقتصادي والإنساني؟ يعني ما أنا عايز أقول لحضرتك أصل ده موضوع كبير جدا، ما فيهوش وجهات نظر. دي أصبحت ضرورة حياتية مش ممكن حد يتنازل عنها، لانه مش هنتكلم طبعا عن جدوى الرياضه، دي مساله بديهيات النهارده. انما حضرتك بتتكلم حتى اذا كان لها عائد اقتصادي مهم، فهو يعني مجرد انه التعامل مع الشباب وانهم ينشغلوا في امور مهمه، امور يعني رياضيه وبتبعدهم عن الانحرافات او الامور الغير مستحبه. يعني ده في حد ذاته مكسب كبير جدا لا يقدر قيمته اقتصاديا ولا ماليا ولا اي حاجه. بالاضافه لانه يعني النشاط والتنميه اللي بتحدث في المجتمعات نتيجه الانشطه الرياضيه ده برضو شيء لابد ان يوضع في الاعتبار. فانا عايز اقول لحضرتك انه اقتناعنا بهذه التوجهات بلا حدود طبعا. بالعكس هي مراكز مهمه جدا للتنميه والحضاريه
وبالتالي الحرص كبير جدا على تواجدها زي ما قلت لحضرتك بمساحات كافيه لخدمه كل المتواجدين في الاحياء او في المدن الجديده تحديدا. يعني. هل لا يزال الانسان محمد فتحي البرادعي يمارس الرياضه؟ والله يعني كنت، لكن دلوقتي طبعا الوقت ما عادش بيسمح قوي يعني غير بالقدر الضئيل جدا حقيقي. وعلى اي حال يعني انا شاكر الاتصال يعني بحضرتك واتاحه الفرصه لتوضيح هذه الحقائق، واتمنى ان حضرتك تبقى في يوم قريب ضيفنا على شاشه الاهلي. ان شاء الله، ده يسعدني جدا، شرفني في كل وقت ان شاء الله. اشكرك سياده الوزير دكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان معايا على